هذه الأبيات التي أرسلها أبو البحر الخطي لصديقه الحسن بن غنية، وذلك لأنه مرت به أيام طويلة لم يزر لأنه مصاب بالزكام، فأرسل هذه الأبيات ومعها بعض زهر الرازقي، وذلك سنة 1601 ميلادي. وفيها نجد من معاني الصداقة الجميلة التي جمعتهم على هذه الأرض الطيبة. يقول أبو البحر: سقى الوسمي وجه أبي علي، وعاقر داره صوب الولي، ولا برحت رياح البشر تسري إليه بالغداة وبالعشي، فتى ما زلت أدعوه وليا حميما عند خذلان الولي، حملت به على الأيام حتى أراني طاعة الدهر العصي، وكان أشاب ناصيتي ولكن رآه فرد لي سن الصبي، هل الأيام مؤذنة بضربي خباي بذلك الكنف الوطي، وممتعتي بغرته التي من رآها فاز بالحظ السني، وما الأمد الذي قد حال بيني وبين حماه بالأمد القصي، ولكني منيت بدهر سوء له حكم الضعيف على القوي، ولما لم أزر ناديه عجزا بعثت له بزهر الرازقي، بعثت به لخدمته لعلي أراه بأعين الزهر الجني.